تخيل معي، شاب لم يتجاوز 34 من عمره، لكنه أشعل في قلوب المصريين نار الوطنية، وترك كلمات ما زالت تردد حتى اليوم: لو لم أكن مصرياً لوددت أن أكون مصرياً. نحن اليوم أمام قصة زعيم حقيقي، لكنه رحل في ظروف غامضة لا تزال مثار جدل حتى اليوم. نعم، نحن نتحدث عن مصطفى كامل، الزعيم الشاب، المحامي، الصحفي، الدبلوماسي والأديب الذي لم يعش طويلاً، لكنه حفر اسمه في سجل التاريخ كرمز للمقاومة السلمية والنضال بالكلمة والفكر. حلقتنا اليوم ستكشف عن نشأته، أسرته، محطات تحوله الكبرى، وأيضاً عن اللغز الذي يحيط بوفاته. مصطفى كامل ولد في 15 أغسطس 1874 في حي السيدة زينب بالقاهرة. والده كان ضابطاً في الجيش المصري، ما زرع داخله روح الانضباط والعسكرية، ووالدته غرست فيه حب الوطن والانتماء. ومنذ صغره كان شغوفاً بالعلم. التحق بمدرسة الحقوق الخديوية، وهناك ظهرت براعته في الخطابة والكتابة، حتى إنه كان يبهر زملائه وأساتذته بقدرته على التعبير والدفاع عن قضايا وطنه. لكن نقطة التحول الحقيقية كانت عندما سافر إلى فرنسا لإكمال دراسته في الحقوق بجامعة تولوز. هناك تعرف على التيارات الفكرية الحديثة واحتك بالصحافة والسياسة الأوروبية. هذه التجربة جعلته يدرك أن الكلمة قد تكون أقوى من الرصاصة. صحيح، وهناك أيضاً بدأت ملامح مشروعه الوطني تتشكل. لم يعد مجرد طالب حقوق، بل أصبح محامياً عن قضية وطن بأكمله، قضية مصر ضد الاحتلال البريطاني. عندما عاد إلى مصر لم يختر السلاح ولا الانقلابات، بل أسس صحيفة اللواء التي أصبحت لسان حال الحركة الوطنية. من خلالها حشد الجماهير ونشر مقالات أصبحت بمثابة مانيفستو للحرية. ولم يقتصر دوره على الصحافة، بل كان أيضاً أديباً بارعاً. كتب المسرحيات والمقالات وشارك في مشهد ثقافي غير وجه مصر. حتى السينما والمسرح فيما بعد استلهمت من كلماته وأفكاره، لأنه جعل من الأدب والثقافة جبهة للمقاومة الوطنية. مصطفى كامل لم يكن أديباً فقط، بل كان سياسياً بالفطرة. أسس الحزب الوطني عام 1907 وجعل منه منصة لمقاومة الاحتلال البريطاني عبر العمل السياسي المنظم. ولم يقتصر بمصر، بل طاف العالم ليعرض قضية بلاده. زار باريس ولندن وإسطنبول، والتقى بزعماء العالم ليسمع صوت مصر. كان يؤمن أن الدبلوماسية والكلمة هما طريق التحرر قبل أن تصبح المقاومة المسلحة خياراً مطروحاً. لكن القدر كان يخبئ نهاية مأساوية. في 10 فبراير 1908 رحل مصطفى كامل عن عمر يناهز 34 عاماً فقط. السبب الرسمي كان المرض، لكن هناك من تحدث عن احتمالية تسميمه في ظل عدائه الشديد للاحتلال البريطاني. ورحيله المفاجئ صدم الأمة. الملايين خرجوا في جنازته، وامتلأت شوارع القاهرة بالجماهير التي لم تصدق أن صوت الحرية قد صمت إلى الأبد. وهكذا أصبح موته لغزاً يثير الجدل حتى اليوم. ورغم رحيله المبكر، فقد ترك وراءه إرثاً ضخماً: حزب وطني، صحيفة مؤثرة، وخطابات خالدة لا تزال تهز وجدان كل من يسمعها. كلماته ما زالت حية. الأمة التي لا تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع أمة محكوم عليها بالتبعية والذل. لقد أصبح مصطفى كامل رمزاً ليس فقط لزمنه، بل لكل من يبحث عن معنى الكرامة والحرية. رحل مصطفى كامل جسداً، لكن روحه وكلماته باقية تتردد في ذاكرة كل مصري. إنه الزعيم الشاب، الصوت الذي دوى في وجه الاحتلال، واللغز الذي لم يفك حتى الآن. معنا اليوم عشنا رحلة مصطفى كامل،
الزعيم الذي مات صغيراً لكنه خلد كبيراً. اكتشف أسرار مصر من قلب التاريخ إلى أعظم الأبطال. استمع لحكايات لم تروى من قبل عن شخصيات غيرت مصير أمة، من الفراعنة إلى الثوار ومن العباقرة إلى المتمردين. كل حلقة من بودكاست حواديت مصرية كنز من الدهشة والإلهام والتشويق. لا تفوت الحلقات السابقة ولا تدع القادمة تفوتك. تابعنا الآن وعيش التاريخ وكأنك كنت هناك.